سبب هدايتي هو محاضرات ابن عثيمين، سبب هدايتي محاضرات الشيخ ابن عثيمين. أنا لا أعرف ابن عثيمين، أنا بالنجف جابني على ابن عثيمين، والله العظيم بالنجف لا أعرف ابن عثيمين ولا سامع به، ولو بعد أبقى بالنجف عايش 100 سنة ما أعرف ابن عثيمين، بس رب العالمين سبحانه وتعالى سخر لي هالوسيلة هاي اللي هي التلفزيون، وقاعد أقلب بالشاشة هيك فجأة يعني كنت مخليها على دراما MBC دراما وأتابع مسلسلات فجأة لن أخليها على قناة ابن عثيمين وأبدي أستمع سبحان الله بهالمحاضرات والشرح بالمتون وبالأحاديث الصحيحة كلام طيب، كلام محترم، ماكو معمم يشرح لي هيك. أريد معمم يعلمني التوحيد، أنا شاب اليوم نشأت بالنجف، أريد معمم قضيتها بالحسينيات، أريد معمم يعلمني التوحيد، أريد معمم ما يكذب عليه، ما يقضيها يبكي عليه ومظلوميات، هذا اللي أريده. أنا شاب واعي عاقل، وهواي أكو ناس عاقلة وواعية واصلة بالعلم واصلة دارسة، تريد ناس يعلمها يثقفها بتوحيد رب العالمين. من يصيب الحزن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، من الصيبة مشكلة ومصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقعد يشق ملابسه ويظل يدق ويلطم وينحب ويا حسين ويا علي ويا زينب ويا هذا هو اللي يدلك عليه العقل يعني. هاي سبحان الله، هذا الصحيح. مقارنة بسيطة بين ابن عثيمين رحمة الله عليه وبين يعني العلماء الأفاضل من بقية السلف وبين السيستاني، مقارنة بسيطة سببت لي الخروج من التشيع بصورة عامة، الدين الإمامي، دين اللطم والزحف، هذا اللي طلعني من عده. نسأل الله أن يرحم ابن عثيمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في عليين. قولوا آمين. اللهم آمين. امين. اخوي امير بارك امين الله فيك. امين، الله يجزاك خير.